مبروك فوز النادي الاهلي بالدوري العام، دوري صلاح محسن. الدوري ده زي ما كان في دوري سيد عبد النعيم، ده دوري صلاح محسن. الدوري الاهلي يعني خده من غير ما يلعب ماتش القمه. فاز بيراميدز، فاز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز بهدفين لصلاح محسن، عشان صلاح محسن يقول لمارسيل كولر لو سمحت يا عم رجعني. اصلا كان في كلام قبل المباراه ان مارسيل كولر خد قرار وقال صلاح محسن يرجع تاني للنادي الاهلي. صلاح محسن النهارده اكد على الموضوع، هدفين في بيراميدز. بيراميدز فريق كبير، وصلاح محسن يعني استعاد بريقه تاني وجاب هدفين يخش تاني قلوب الاهلاويه. شوف بعد ما صلاح محسن مشي المره اللي فاتت من الاهلي اعاره سيراميكا كليوباترا، وكان جمهور زعلان منه لان هو كان بيحس ان هو بيماطل، خلاص صلاح محسن رجع دخل قلوب النادي الاهلي تاني. ليه جمهور قلوب جمهور النادي الاهلي تاني؟ لان صلاح محسن هو اللي جاب الهدفين النهارده في بيراميدز، والدوري هو اللي حسمه صلاح محسن. يعني صلاح محسن وهو بره الاهلي جاب لنا الدوري. شوف لعيب ما بيلعبش في الاهلي وطالع اعاره بس جاب لنا الدوري، واحنا يعني اللعيبه بتاعتنا قاعده ما تعبتش ولا هتعمل حاجه في ماتش الزمالك، خلاص مش محتاجين ماتش الزمالك. ده يثبت ان النادي الاهلي يعني الطبيعي في مصر ان الاهلي ياخد الدوري، اللي مش طبيعي ان اي حد تاني ياخد الدوري، زمالك اسماعيلي اي حد تاني. وده يثبت ان السنتين اللي فاتوا الزمالك لما خد الدوري خد الدوري باراده خالصه، باراده خالصه من المسؤولين في الكوره ان الاهلي ما ياخدش الدوري. الحكام السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها، الضغط اللي حصل للاهلي في الماتشات، المجاملات الصارخه اللي حصلت للزمالك. المره دي الاهلي ركز وقال لك انا يعني الضغط، المدرب صراحه اتعامل معاه بفكر جامد قوي، ان انا دورت كل اللعيبه، لعبت كل اللعيبه، فبالتالي الحمد لله الضغط دوت مبقاش موجود، او عرفنا نتعامل معاه. هو موجود بشده بس عرفنا نتعامل معاه، وكمان حسمناه من بدري. وكولر كان مهتم ببطوله الدوري العام، تخيلوا اهم من افريقيا في البدايه، او بمعنى اصح كولر ماشي ماتش بماتش، الماتش اللي قابلني هو ده لازم اكسبه. فالاهلي خلص الدوري من بدري قوي، بس ده يثبت لك برضو تاني، باكد ان الدوري الطبيعي يبقى اهلاوي، لكن اي حاجه تانية مش طبيعيه. ويثبت لك ان الزمالك ما كانش طبيعي ان هو يفوز بالسكواد اللي فاز بيه السنه اللي فاتت بتاع الناشئين دوت ابدا، والسنه اللي قبلها ما كانش طبيعي ان هو يفوز، المساعدات كانت نازله على ودنه. ده غير طبعا ان الاهلي كان مستهلك، وكان معانا مديرين فنيين مش بيبقى عندهم ذكاء وخبره كولر، وما دوروش كل اللعيبه زي ما كولر دور كل اللعيبه. وده اللي فاد النادي الاهلي، ان كولر دور اللعيبه من بدري، وان كولر كمان كان حاسم في النقاط من بدري، وكان بياخد اغلب النقاط في الدور الاول او في الحبه اللي لعبهم، فبالتالي حسم الدوري بدري جدا. الدوري ده هيفضل متسجل باسم دوري صلاح محسن، وصلاح محسن لعلها تكون نقطة انطلاقة تاني لما يرجع النادي الأهلي، راجع بمستوى حلو، راجع وهو فايق وجايب لنا دوري وهو بره النادي الأهلي. ويعني كولر بيقول ان هو مقتنع بيه وشايف ان هو بينفع يلعب جناح ويلعب مهاجم، فبالتالي حاجة حلوة جدا ان الاهلي يكسب لعيب زي صلاح محسن تاني يرجع له، خصوصا ان احنا هيمشي من عندنا ناس، او مش عندنا حسام حسن ومش عندنا شادي حسين، فصلاح يرجع تاني للمهاجمين. مبروك لجمهور النادي الاهلي، يعني كل واحد اهلاوي فرحان. اتمنى ان هو يعمل لايك للفيديو عشان دوت بيفرق كتير، واشتراك في القناه.